منظومة الوقود. تؤمن منظومة الوقود في السيارة وصول الوقود إلى المحرك حسب ظروف التشغيل والسير، وتمكن منظومة الوقود السائق من التحكم بكمية الوقود الداخل إلى غرفة الاحتراق في المحرك، مما يعني التحكم في سرعة دوران المحرك وبالتالي سرعة السيارة. وتقوم منظومة الوقود بإيصال أقل كمية وقود لازمة لإدارة المحرك في حالة وقوف السيارة دون تدخل السائق. والسؤال الآن هو: كيف تعمل هذه المنظومة؟ عند تشغيل السيارة تبدأ مضخة الوقود بسحب الوقود من الخزان الموجود عادة في مؤخرة السيارة. هذا الخزان يصمم في العادة بحيث يكون قعره مائلا حتى يتجمع الوقود عند فتحة سحب الوقود بغض النظر عن ميلان الطريق. ويؤخذ بعين الاعتبار وجود عوارض معدنية مثقبة لتقوم بتقوية هيكل خزان الوقود، بالإضافة إلى وجود عوامة كروية تقوم بقياس كمية الوقود في الخزان. تثبت مضخة الوقود الميكانيكية على جانب المحرك كي تستمد القوة المحركة لها من عمود الكامات، فعندما يدور العمود تقوم الكامة الخاصة بالمضخة بالسماح لعمود المكبس بالرجوع إلى الخلف بفعل نابض المكبس، وبالتالي رجوع الحجاب الحاجز للخلف، مما يؤدي إلى خلخلة الهواء في غرفة المضخة، مما يعني جعل الضغط فيها أقل من الضغط في خزان الوقود، وبالتالي تدفق الوقود من الخزان إلى غرفة المضخة بعد انفتاح صمام الدخول. وباستمرار دوران عمود الكامات تدور الكامة وتقوم بالضغط على عمود مكبس المضخة دافعة الحجاب الحاجز للأمام، والذي يقوم بدوره بدفع الوقود عبر صمام الخروج إلى خزان المغذي. يستمر الوقود بالتدفق إلى خزان المغذي حتى يمتلئ. عندها تغلق العوامة مدخل الوقود لتوقف تدفق الوقود. بعدها يقوم المغذي المثبت فوق مجاري السحب المتصلة بالمحرك بتحضير خليط من رذاذ الوقود والهواء حسب نسب معينة يتم تحديدها مسبقا من خلال معايرة المغذي يدويا. فعندما يعمل المحرك يتم شفط الهواء إلى المحرك في شوط السحب عبر مجاري السحب ومن خلال جهاز تنقية الهواء، مما يؤدي إلى شفط الوقود من خزان المغذي عبر الرشاشة إلى غرفة الخلط، حيث يختلط رذاذ الوقود مع الهواء المسحوب عبر منقي الهواء. وتسمى هذه العملية بعملية الكربنة، لذلك يسمى المغذي في بعض الأحيان المكربن أو الكربوريتر. وتتحدد سرعة عمل المحرك بكمية الخليط الداخل إليه. هذه الكمية تتحدد من خلال الصمام الخاص بهذا الشأن. هذا الصمام يمكن التحكم به من خلال دواسة البنزين الموجودة في غرفة القيادة. فعندما يضغط السائق على دواسة البنزين ينفتح الصمام وتزداد كمية الخليط الداخل للمحرك، مما يعني ازدياد سرعة عمله. وعند ترك دواسة البنزين يعيد نابض الدواسة إلى مكانها، ويعيد نابض الصمام إلى مكانه الأصلي، بحيث يسمح هذا الصمام بدخول أقل كمية وقود إلى المحرك في حالة عدم تحرك السيارة.